بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طاهر سندي من عاصمة إقليم السند كراتشي، باكستان. عنوان حلقتنا اليوم هو دور إقليم السند في تأسيس وتشكيل جمهورية باكستان الإسلامية. The role of the Sindh province in founding باكستان. أحبتي الكرام، تكلمنا في فيديوهين سابقين عن السند ككل. ففي فيديو مستقل تحدثنا أولا عن حضارة وادي السند القديمة وتاريخ مملكة السند في العصر القديم. الإخوة الذين لم يشاهدوا ذلك الفيديو ممكن أن يذهبوا إليه هنا عن طريق هذا الدائرة البيضاء هنا، هذا الرابط في الدائرة البيضاء هنا أو هنا فوق يأتيكم الآن. وفي حلقة مستقلة أخرى أيضا تحدثنا عن إقليم السند الحالي وحدوده وخريطته ومقاطعاته ومديرياته وأهم المواقع الإلكترونية الرسمية للحكومة الفيدرالية وحكومة السند والوزارات والدوائر الحكومية الأخرى. الإخوة الذين لم يشاهدوا تلك الحلقة أيضا يمكنهم عن طريق هذا الرابط هنا في هذه الدائرة البيضاء هنا أو هنا تأتيكم يمكنكم أن تشاهدوا فيه تلك الحلقة. اليوم سوف نتحدث عن دور إقليم السند في تأسيس وتشكيل جمهورية باكستان الإسلامية. فلولا حماية السند وحماية أهل السند وحماية القيادة السياسية السندية الحكيمة من علماء وبرلمانيين لما تشكلت جمهورية باكستان الإسلامية. وعملهم هذا كان نابغا من حكمة بالغة تحت قيادة القائد الأعظم محمد علي جناح رحمه الله تعالى بضرورة دولة مستقلة على سطح الأرض للمسلمين. فالإسلام والهندوسية لا يمكنها أن تجتمع تحت راية واحدة بأية صورة وبأي حال. وهذه هي النظرية التي سميت في شبه القارة الهندية بقومية نظرية القومين، دو قومي نظرية. الأولى القوم الأول هو الإسلام أي المسلمون، والثانية عبدة الأصنام أي الهندوسية. لا نريد أن نتطرق أكثر في هذه الحلقة عن الفرق بين الفرق والأديان الإسلام والهندوسية، فهو واضح جدا، وإن كان من ناحية التحقيق فسيطول الكلام فيه. والعلماء حفظهم الله تعالى لم يتركوا هذا المجال فارغا، بل ملأوه بكتبهم ومصنفاتهم القيمة في هذا المضمار. ولمحدثكم أيضا ولله الحمد كتاب تقابل أديان باللغة السندية طبع من روشني ببلشر بحيدراباد، وهذا غلاف الكتاب يأتيكم هنا. لكن سيكون حديثنا اليوم عن دور إقليم السند في تشكيل وتأسيس دولة جديدة، وهي دولة باكستان الإسلامية، جمهورية باكستان الإسلامية. لا يمكن لأحد أن ينكر أداء بلاد السند الدور الأساسي والتاريخي في تشكيل جمهورية باكستان الإسلامية، بل لن يكون مبالغا فيه إذا قلنا أن الحقيقة هي أن السند هو الذي شكل هذه الدولة الجديدة بجهود زعمائها الحكماء المسلمين الذين قدموا كل ما بوسعهم للإسلام والمسلمين على هذه الأراضي من شبه القارة الهندية. فبمحاولات من القيادة الحكيمة للسنود تشكل فرع حزب الرابطة الإسلامية مسلم ليج هنا في السند في إقليم السند في عام 1938 للميلاد. كان الشيخ عبد المجيد السندي، وهذه صورته هنا تأتيكم، الشيخ عبد المجيد السندي هو رئيس فرع إقليم السند لحزب الرابطة الإسلامية مسلم ليج، وهو الذي استجاز من القائد الأعظم محمد علي جناح بقيام الفرع
في إقليم السند للحزب يعني، فأجازه القائد الأعظم محمد علي جناح، بل وجعله أول رئيس لهذا الفرع في إقليم السند. بل بعد قيام فرع السند بدأت التجمعات الإنسانية تقوم هنا وهناك في مدن السند وفي كل بلاد الهند تقريبا يعني، وأصبح التحرك الواسع لقيام دولة باكستان مرئيا لدى الجميع يعني. الهندوس والإنجليز كلهم أصبحوا يرون هذه المظاهرات وهذا التحرك الواسع يعني. أصبح عندنا هنا في السند في إقليم السند القائد في البرلمان سيد غلام مرتضى شاه، GM سيد، وهذه صورته. هذا الGM سيد أصبح الساعد الأيمن للشيخ عبد المجيد السندي في هذه المهمات، بجهود هذين الشخصين وجهود فرع إقليم السند كله، بما فيهم دور كبير لعلماء السند في قيام دولة باكستان وإخراج الإنجليز من هذه الأراضي وإنهاء احتلالهم واستعمارهم. دور العلماء هذا إن شاء الله سوف نتطرق إلى جهودهم في حلقات أخرى إذا أراد الله تعالى. فعلماء السند يعني لهم أسامي خالدة الحقيقة في التاريخ في هذا المضمار، ودور خالد صراحة، سوف إن شاء الله نتطرق إليه في حلقات أخرى. أقيم مؤتمر كبير في كراتشي في أكتوبر سنة 1938 للميلاد تحت حزب الرابطة الإسلامية مسلم ليج فرع إقليم السند. ترأس هذا المؤتمر القائد الأعظم محمد علي جناح بنفسه. سمي بعد ذلك هذا المؤتمر بمؤتمر كراتشي. في هذا المؤتمر قدم الشيخ عبد المجيد السندي لائحة طولب فيها بكل وضوح بقيام حكومة للمسلمين بأي إقليم تكون فيها الأغلبية العظمى للمسلمين، تقام هناك دولة إسلامية يعني مسلمة، حتى تشكل يعني كلا القومين حكوماتهما الخاصة منفصلة عن الأخرى. ما سمعتم؟ منفصلة، الهندوسية لحال والإسلام لحال والمسلمين لحال يعني. في هذا المؤتمر العظيم المنعقد بعاصمة السند كراتشي، اعترف القائد الأعظم محمد علي جناح في خطابه التذكاري قائلا: إنني متأكد أن إقليم السند سيصبح مثالا يحتذى به في شبه القارة الهندية، لأن مسلمي السند قاموا وأثبتوا بصحوة لا مثيل لها في المنطقة. وقال أيضا: كلكم تعرفون عن جهود ودور الرابطة الإسلامية مسلم ليج لانفصال السند من بومباي. كنت أخبرتكم في حلقة أخرى، أظن في حلقة حضارة وادي السند، أن الإنجليز في وقت ما ألحقوا السند ببومباي، يعني أنهوا مكانته المستقلة المنفردة لحاله كبلد أو إقليم لحاله وألحقوه مع بومباي. وبجهود الساسة السنود بعد ذلك انفصل مرة أخرى عن بومباي. فيقول القائد الأعظم محمد علي جناح أن لمسلم ليج دور كبير في انفصال السند عن بومباي. ويقول أيضا: أنتم السنود إذا أردتم أن تستعملوا سلطتكم واختياراتكم ورأيكم وتريدون أن تستعملوا قوتكم، فلن يستطيع أحد أن يمنع مسلم ليج بقيام حكومة لوحدها في إقليم السند. يعني أنتم السنود إذا أردتم ووقفتم معنا مع مسلم ليج، ففي السند ستكون الحكومة لمسلم ليج يعني للمسلمين. وهكذا في الأقاليم الأخرى التي فيها الغالبية العظمى للمسلمين أيضا سيحذو بحذوتكم، وأنتم تكونون لهم قدوة، وهم أيضا سيقفون حتى تكون لهم هناك حكومة للمسلمين. يعني نجح هذا المؤتمر بشكل كبير لا يتصور. وفي هذا المؤتمر بالضبط وضعت قواعد الانفصال
انفصال شبه القارة الهندية لأول مرة. فهذه كانت أول وقفة للسند وأهل السند لقيام دولة باكستان. بعد هذا المؤتمر بالضبط بدأ المسلمون في جميع أنحاء شبه القارة الهندية بالجهود والإضراب والتحركات الواسعة لانفصال المسلمين عن الهنود. أقيمت انتخابات لرئاسة حزب الرابطة مسلم ليج في السند في نوفمبر من هذه السنة نفسها 1938. وانتخب حاجي عبد الله هارون، هذه صورته، حاجي عبد الله هارون رئيسا لفرع إقليم السند للحزب مسلم ليج. في عام 1940 بعده بسنتين يعني في مؤتمر لاهور، أقيم مؤتمر كبير في لاهور أيضا، طالبت الرابطة الإسلامية مسلم ليج وبشدة دولة مستقلة عن الهنود للمسلمين على هذه الأراضي. قبل هذا كان قابل القائد الأعظم والي الهند الإنجليزي اللورد لينتينغو، هذه صورته تأتيكم هنا، قابله ووضح أمامه هذا الأمر أن المسلمون سيطالبون بانفصال عن الهند في مؤتمر لاهور. من مسبقا يعني أخبره في أن في هذا المؤتمر الذي سيقام في لاهور سيطالبون بالانفصال عن الهند. ثم قدمت هذه المطالبة أيضا في مؤتمر لاهور في 23 من مارس من هذه السنة أي 1940 التي أيدها زعماء السند كلهم، يعني أيدوها لأنهم هم أيضا هم كانوا البداية أصلا. على كل حال توالت المطالبات من الشعب والزعماء في هذه الفترة إلى أن طالبت به بنفس هذه المطالبات حكومة السند في البرلمان السندي بنفسها في 3 من مارس سنة 1943 للميلاد. وهذه كانت الوقفة الثانية للسند والسنود مع الرابطة الإسلامية مسلم ليج، وبالتحديد مع القائد الأعظم محمد علي جناح رحمه الله في تحقيق حلم تأسيس دولة مستقلة للمسلمين وهي دولة باكستان. قال غلام مرتضى شاه السيد جي.ام سيد في هذا الخطاب الذي يلقاه في البرلمان السندي أثناء تقديم المطالبة، قال هذا المجلس يطالب بأن توصل للحاكم الإنجليزي هذه المعلومات التي أنا أقولها، أريد أن توصل إلى الحاكم الإنجليزي. يقول رغبة الشعب المسلم في شبه القارة الهندية بدولة مستقلة لهم عن الهندوس الذين هما الاثنان، يعني الهندوس والمسلمين يختلفان تماما في كل شيء، يختلفان في الديانة والفلسفة والثقافة الاجتماعية والآداب ونظرية السياسة وحتى الاقتصاد، كلها مختلفة تماما عند المسلمين من الهندوس. لذلك من حق مسلمي هذه الأراضي أن يسكنوا قوم واحد وهو القوم المسلم، والقوم الهندوسي قوم آخر، يعني دو قومي نظرية قومين. تكون لهذه الفئة المسلمة سلطات وأقاليم وحكومات حرة تشكل من تلك الأراضي التي تشكل الغالبية العظمى منها مسلمون. لذلك نعلن وبشدة بأننا لن نقبل أي قانون يضغط على المسلمين أن يكونوا تحت حكومات هندوسية قسرا وغصبا عنهم، وإن فعلتم ذلك سيكون وبال ذلك وخيما على المنطقة كلها باشتعال الحروب الباردة فيها. وهكذا بعد مجاهدة كبيرة من السند وزعماء السند أسست أول دولة باسم الإسلام على شعار باكستان का मतलब क्या لا إله إلا الله. يعني ما معنى باكستان؟ باكستان का मतलब क्या يعني ما معنى باكستان؟ معناه الجواب لا إله إلا الله. وهكذا أسست هذه الدولة في 14 من أغسطس عام 1947. أحبتنا الكرام، إلى هنا انتهت حلقتنا اليوم. وفي الأخير أذكركم مرة أخرى، ما أدري إذا ذكرتكم في البداية ولا لا، أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات
ولايك وكومنت وشير حتى يكون لنا تحفيز أيضا، ونصل إلى هدفنا التالي وهو 500 مشترك إن شاء الله على القناة إلى نهاية شهر شوال بإذن الله عز وجل. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى وفي حلقة جديدة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورحم الله شهداءنا، شهداء حادث الطائرة المؤلمة الذي كان بالأمس هنا جنب قرب منا، وشفى الله المرضى المصابين أيضا. وكل عام وأنتم بخير، عساكم من عوادة، عيدكم مبارك، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم طاهر سندي من عاصمة إقليم السند कराची पाकिस्तान। ونقول معا الآن: पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।